صراع بين منافسين على لقب الدوري تأجج في ملعب الصقور وبحضور جماهيري كثيف لا تسعه مدرجات الملعب منتهي الصلاحية. الجويون فرضوا سيطرة مطلقة على أرجاء النصف الأول، توجوها بهدف افتتاحي لأفضل نجومهم بشار رسن بعد تمريرة من عماد محسن. قدرنا نحصل هدف في الشوط الاول، اعطى اريحيه للاعبين وعاد الثقه خاصه المباراه الصعبه، لان تعرف مباراه مؤجله وفريق منافس، فريق على مستوى عالي قاعد مرشح للقب الدوري. لاعبو فريق نفط الوسط حاصروا الجويين في ملعبهم خلال الشوط الثاني واقتربوا من التسجيل مرارا دون أن يعيشوا اللحظات الأروع في كرة القدم بهز الشباك. المفروض يعني نطلع بنتيجه افضل من هاي اللي حصلت اليوم، يعني بخسارتنا 1-0. انا برايي كنا يعني ما نستحق هاي الخساره، لان حصلنا ركلتين جزاء اعتقد كلش واضحه والحكم تغاضى عن احتسابها. الجويون حافظوا على هدف الشوط الاول رافعين شعار ان النقاط اهم من الاداء ليصلوا الى 48 نقطه، في حين تلقى فريق نفط الوسط خسارته الثالثه هذا الموسم ب53 نقطة. نحمد الله ونشكر على كل حال، هاي 3 نقاط مهمة تقربنا على لقب الدوري. تعرف احنا متعطشين للدوري، السنة الماضية يجوز راح من عندنا. هاي مباراة كانت مباراة قتالية، مو مباراة يعني كرة قدم لو مباراة يعني مثلا الكادر التدريبي وضعها. مباراة نزلنا ناخذ 3 نقاط واخذنا 3 نقاط والله وفقنا. 3 نقاط غالية للصقور يواصلون فيها العبور نحو مقدمة الدور الممتاز لكرة القدم بعد فوز ثمين على فريق نفط الوسط أكبر المنافسين على لقب الدوري. عدنان لفتة، الحرة.